السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير. انزلوا قبل اي حاجة نكتب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نعمل ايه النهارده بقى؟ اكلة جميلة انا عن نفسي قريبة قوي من قلبي. ليه بقى؟ اولا عشان بحبها، ثانيا عشان سهلة، ثالثا بقى والاهم اللي هي بتقعد يومين مش يوم واحد. هنعمل ايه النهارده؟ مسقعة باللحمة المفرومة، جميلة جدا، بترمي كتير، تقعدي بقى على يومين نعملها. سهله قوي ان انت عملتي النهارده، بكره بقى ما تعمليش حاجه وتريحي دماغك خالص. عشان كده انا بحبها قوي. بدون كلام كتير يلا بينا على المقادير. دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ المسقعه باللحمه المفرومه سهله ولذيذه وجميله جدا جدا. هنعمل ايه بقى؟ اول حاجه انا قطعت الحاجه، البطاطس، وده بقى بتنجان وفلفل وبصل ولحمه مفرومه، ودي صلصه عندي في الفريزر انا ببقى عاملاه ومجهزاه وبطلعها. عشان كده بقول لكم سهله جدا. لو عملتوها بالخطوات دي الصلصه عامه انا هبقى اعملها معاكم سهله جدا جدا، وبتبقى في الفريزر اطلع اسحب منها والاكل تبقى بقى بسيطه، الباقي كله بيبقى بسيط. دلوقتي بقى ايه؟ هقول لكم الحاجات اللي انا عملتها. دي البطاطس طبعا التقطيعه اللي انتوا عايزينها. ده بقى التك هنا في البتنجان عشان ما اشربش مننا زيت. طبعا قطعته، هو شكله كده بقطعه مكعبات صغيره. انا بعمل الحاجات صغيره كده عشان خاطر انا ولادي ما بيحبوش تبقى باينه، يعني ما بيحبوش البتنجان اساسا. فانا بعمل لهم خدعه بقى كده واقوم عاملاه ما بيبقاش باين منه، من البطاطس بقى من اللحمه والصلصه ما بيبقاش باين. بس كده. وحط عليه دقيق، معلقتين دقيق كبار، عشان خاطر ايه؟ اما اجي احمره بيبقى مقرمش وجميل كده، ايه، ما بيكونش يعني شارب زيت. وده فلفل برده مقطعاه حتت صغيره، عشان زي ما انا قلت لكم هم ولادي ما بيحبوش ايه يبقى باين يعني. بس كده. يبقى هي البطاطس وبتنجان والصلصه والفلفل، ودول بتوع اللحمه المفرومه. اروح بقى على البوتاجاز واعملها معاكم. واحنا كده بنعملها هنقول بقى بتتعمل ازاي والحركات والتكات بتاعتها. يلا بينا بقى على البوتاجاز على طول. دلوقتي بقى اول حاجه نعملها اللحمه المفرومه. هنفضي كده البصل، كميه البصل بقى اللي انتوا عايزينها اعملوها. عايزه اقول لكم بقى جميله قوي، بتتعمل على يومين. والصلصه بقى اللي انا بعملها الصراحه دي بجد انا بالنسبه لي ما اقدرش استغنى عنها ابدا. ليه بقى؟ لان بتبقى سهله. عايزه بقى ايه؟ هعملها طريقتها تنفع، بعملها بطريقه تنفع لكل حاجه. وقت بقى هطبخ بحط لها حاجات بتاعه مكرونه، بحط لها برده حاجات تانية. بعملها ساده خالص، مسبكه ببصل كده، يعني البصل عادي. الصلصه بعملها مسبكه عادي ببصل بس، ما احطش ولا توابل ولا ماجي ولا اي حاجه. وقت الاكل بقى الاكل اللي انا هعملها اقوم حاطه ايه؟ المكونات بتاعتي. دلوقتي بقى بصوا البصله اصفرت شويه اهي، ما بتاخدش يعني لون قوي، اللي هو بصوا كده يا دوب. طبعا انا مكبره الصينيه عشان ايه؟ ما اوسخش بقى مواعين، يبقى الاكله كلها في نفس ايه؟ الصينيه او الحله بس. ودي نص كيلو لحمه هحطه بقى عليها بس كده. لازم تبقى النار بقى ايه؟ عاليه. العصاق ده سهل بقى، ينفع في كل حاجه. مسقعه باللحمه المفرومه، مكرونه بالبشاميل، هو العصاق واحد كله. بصوا بقى جاي، بصوا كده كده صدمه بس كده بس. وادي اللحمه وهحمر بقى الحاجات. طبعا انا حطاها على النار، اللي هي الحاجات اللي هي كنت قاليه شويه وهكملهم. طبعا النور قاطع، النور كل شويه كان قاطع من شويه. قولوا لي بقى النور برده اكيد بيقطع عندكم كده. انا مش عارفه اذا في جو اصلا نار وبيعمل. انا بقى ايه؟ لقيت النور قاطع قلت لا كده مش هنتغدى النهارده بقى. رحت محمره شويه، قليت شويه بقى بطاطس وبتنجان وفلفل، وهكمل الباقي بقى ويكون دي اتعصجت وارجع لكم تاني. بس قبل بقى ما اروح ما تنسونيش بقى في اللايك والكومنت الحلو بتاعكم والاشتراك في القناه. قناه حكاوي بسمه في المطبخ. ما تنسوش تشتركوا في القناه. بصوا بقى يا حبايبي، دلوقتي بصوا البصله واللحمه خلاص، اللحمه استوت خالص. انا بقى حطيت عليها ايه؟ نص التوابل اللي انا هحطها ايه على في الاخر كلها، بابريكا وكمون وكزبره بس كده. عايزه ودي بقى الصلصه الجاهزه بقى. عايزه اقول لكم جميله صدقوني والله. اللي هيجرب ان هو يعمل صلصه ويخزنها في الفريزر من غير ويطلعها على وقت العميل، عايزه اقول لكم مش هيبطل يعمل كده. بس انا ما بعملهاش بقى طماطم بس وارجي بقى وقت ما اعمل طعم البصل لا، انا بعملها ببصل بس، ما بكترلهاش بقى الزيت وايه، عشان وقت ما اجي اعمل احط بقى ايه؟ احط سمنه لو طبيخ، لو مثلا حاجه بقى مش عايزه بس كده. واقوم بقى ايه كده الصلصه عليها هزودها بقى ايه دلوقتي دي كده كده. الصلصه انا هعملها لكم في يوم تاني. بصوا انا هزودها بقى ايه؟ شويه ميه طبعا عشان لسه هحط فيها بقيه الخضار. هي بس ايه؟ عشان طبعا كل ده هينشف بقى على فكره، يعني مش هسيبه كده تبقى ناشفه برده.
بس بقى يا حبايبي بصي بقى جامده جدا. احمر بقى بقيه الخضار وارجع بقى اوريهولكم وانا بحطه. بصوا بقى يا حبايبي يا لهوي، بصوا بقى اتسبكت خالص. طبعا هي كانت كده كده الصلصه متسبكه، بس انا طبعا سبكتها بقى مع اللحمه بس. واحط بقى بقيه التوابل، كمون وكزبره وبابريكا وملح طبعا. دي ايه كنت حاطه حبه على اللحمه عشان بصوا بقى لما بحطها بحس اللحمه ما اتطعمتش. بس بقى واقوم مقلبه كده 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 بس. اقوم بقى ايه وادي الخضار اللي انا ايه عملته، البطاطس والبتنجان والفلفل، اقوم بقى ايه حطاهم. عايزه اقول لكم بصوا الكميه دلوقتي هتلاقيها كلها خست تمام كده وغير. بصوا بقى دلوقتي انا ايه حطيتها هقلبها بقى عشان تشرب بقى من الصوص ده. وهي كده كده المسقعه اللي باللحمه المفرومه ما بتبقى مش يعني مش ما فيهاش صوص كتير، لا لازم تبقى ناشفه. بصوا كمان بقى في بصوا بقى دلوقتي البتنجان انا عاملاه كده بخليش الحته السودا دي التكه اللي هم اولادهم ما بيحبوش البتنجان اساسا، لان انا جربت كان ولادي ما بيحبوهاش قبل كده خالص. فانا فضلت اعملهم بطرق كتير لغايه بقى ما وصلتش على الطريقه اللي هي الصغيره قوي دي، ان انا اقطعها حتت صغيره بس هي اللي تبقى باينه. والبتنجان بقطعها حتت صغنونه قوي كده عشان بصوا بقى هو بقى مع ما تتقلب والصلصه واللحمه المفرومه معاها ما بتبقاش البتنجان ما بيبانش وبيدوب، هو اصلا طعمه مش قوي قوي. فكده ولادك هياكلوه. اعملي زي ما انا عملت كده والله هتلاقي ولادك كلوا البتنجان وكله طبعا حديد وكويس جدا. بس كده واقلبها بقى واقوم مدخلاها الفرن تاخد وش واطلع احلى المسقعه باللحمه المفرومه. بس بقى قبل برده ما اروح ما تنسونيش في اللايك والكومنت الحلو واللايك الجميل بتاعكم. وهرجع لكم بعد ما اخلص بقى واحطها في الفرن واوريها لكم يا حبايبي. دلوقتي بقى ايه رايكم في العظمه ديت؟ عايزه اقول لكم جامده. بصوا جميله وسهله وبسيطه جدا وما خدتش اي وقت. واعملي تكه البتنجان اللي هي الصغنونه وبطاطس تبقى كبيره شويه عشان خاطر بصي ولادك بقى مش هيبان البتنجان تماما مع ما تقلبي مش هيبان. عايزه اقول لكم سهله وبسيطه وجميله، جربوها على ضمانتي مش تندموا ابدا. وبصوا بقى طبعا بقى النهارده بقى طبعا تجيبي ايه 10 15 رغيف كده. طبعا النهارده بقى مش هاكل بالمعلقه دي عايزه عيش ودن القطه دي. طبعا البتنجان ده بيبوظ الايد اساسا ويخلي الايد غامقه، بس يلا مش مشكله كله في ده المسقعه الجامده ديت. بصوا بقى والله ما بقول لكم كده فعلا جميله. جربوها بطريقتي مش تندموا ابدا بجد جامده جدا. طبعا انا عايزه اكل كل ده بس ايه عشان البرستيج بقى مش هينفع يعني بس بعد ما اقفل معاكم بقى اقوم رايحه منقضيه عليها. وسهله وبسيطه جدا. وايه رايكم بقى في المسقعه باللحمه المفرومه بتاعتي النهارده؟ بصوا بقى نغرف كده. الله الله بصوا الشكل بقى جامده. وطبعا لازم الجرجير جنبيها والفجل بقى والحركات والتكات دي. بس كده عايزه اقول لكم بصوا الشكل حلوه جدا. دلوقتي بقى خلاص كده غرفت والنهار. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم النهارده. وما تنسونيش بقى في اللايك والكومنت والاشتراك الحلو بتاعكم اللي بيفرحني دايما. كل حد بيزيد عندي بجد انا بفرح قوي حتى لو انا معرفش هو مين بس ببقى فرحانه. ما تستخسروش فيا بقى الفرحه دي وتعملي لي الاشتراك في القناه. والمسقعه الجامده بقى سيبوني معاها مسقعه باللحمه المفرومه. ومع السلامه.